هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل كيكة التفاح. قد ايه كيكة بسيطة وخفيفة وسهلة التحضير، وقد ايه مكوناتها جميلة جدا، مش محتاجة منك أعداد كبيرة من المكونات. وقد ايه ان ممكن التفاح نقدر ان احنا نستخلص منه كيكات وعصير وحاجات كتيرة. دي يعتبر كيكة إيطالية، مشهورة بيها إيطاليا، وخصوصا الناس اللي ساكنة في الجبال. وكيكة التفاح بتبقى يعني أدواتها خفيفة جدا وأدواتها بسيطة، وتنفع سواء إنها تتعمل ببيض أو من غير بيض. على العموم تعالوا نشوف المكونات مع بعض وإزاي طريقة تحضيرها. وطريقة تحضيرها بتكون هي عبارة عن كوبايتين دقيق وكوبايتين وبيضتين، معايا فانيليا ومعايا بيكنج باودر، معايا 4 معالق سكر وزبادي وزيت. نبتدي ناخد جزء جزء. حطينا البيضتين وهنحط معاهم ال4 معالق السكر، المعلقة بتاعت الأكل العادية، هنحط 4 معالق من السكر. زي ما قلتلك أدواتها بسيطة. هنحط برضو 4 معالق زيت، ويكون طبعا ريحته يعني حلوة أو ملهوش ريحة علشان ما يخليش الكيكة معانا تبوظ. معانا فانيليا، وهنحط باقي نقلبهم يعني الأول طبعا لحد ما نتأكد إن السكر داب ولون البيض يعني لونه افتح شوية. طبعا ممكن تستعملي مضرب يدوي، مضرب كهرباء، المتاح ليكي. انا حبيت ان انا اوريك ان ديت يعني ممكن تستخدميها كده او كده، لان هي كيكة بسيطة مش محتاجة مجهود كبير زي مثلا الكيكة الاسفنجية او اي انواع الكيكات التانية. بالطريقة كده احنا خلينا بس لونها يكون فاتح شوية زي ما انت شايفة بالطريقة دي. اقعد اضرب فيها لحد ما اتاكد ان الهواء تخللها علشان تبقى هشة. انت عارفة ان البيض هو اللي بيخلي الكيكة بتبقى هشة وقوامها طري وجميل. ادي لونها اتغير خالص، طبعا البيض لونه افتح عن الاول. هبتدي احط معاه الزبادي، وتكون كوباية زبادي صغيرة يعني مش كبيرة، على قد المكونات. برضو هتأكد ان تجانس الزبادي مع الخليط الاولاني. اضربها جامد جدا بالمضرب لحد ما اتأكد ان هو تجانست مع بعض. ابتدي احط بقية المكونات، وهي الكوبايتين الدقيق، ومعاهم المعلقة بتاعت البيكنج باودر. ما تكتريش يعني لان المكونات بسيطة، فمش محتاجين كمية كبيرة، ودي يعني حبة ملح صغننين جدا بتظبط بس الكيكة يعني مش اكتر معاكي. هتأكد تقلبها كويس جدا لحد ما تتجانس مع بعض. طبعا في اللحظة دي العجينة دي ملهاش معدل معين للبن. زي ما قلتلك هي بسيطة جدا، فانت هتحطي اللبن جزء جزء لحد ما تيجي قوام الكيكة اللي انا هوريها لك في النهاية، شكل قوام الكيكة العادية بتاعتنا ازاي. طبعا مش هقدر اقولك بالظبط كل قد ايه انا استخدمت لبن، علشان كل دقيق بياخد يعني سوائل معينة، في دي بيشرب كتير، في دي ما بيشربش. انا بالنسبة هنا للكيكة بعيار الكوبايتين بتاعة الدقيق حطيت نص كوباية اللبن مع طبعا السوائل الأولانية، عشان كده أنا بقولك نص كوباية لبن. في بعض الكيكات ممكن تاخد 3/4 كوباية لبن أو أقل، ممكن ربع كوباية لبن. أنا هنا أخدت نص كوباية لبن لحد ما تلاقي القوام زي ما انت شايفة. نبتدي بعد كده نقطع التفاح، بتقشريه وبتعمليه يعني زي الحلقات كده، وتكون طبعا رفيعة علشان تستوي مع الكيكة، ما تبقاش يعني طعمها يعني مش لطيف في الكيكة.
طبعا انت عايزة تخلي القشرة بتاعتها دي حاجة ترجعلك. انا بحبها يعني من غير القشرة بتاعتها، فكانت بحاول ان انا اشيل القشرة بتاعتها. طبعا هنا قطعة سمنة زبدة اللي عندك تكون يعني ريحتها حلوة. وهبتدي اعمل الكراميلا بتاعة الواجهة للكيكة في الاول. طبعا زي ما قلتلك احنا هنعمل الكيكة دي بطريقة مبسطة، يعني معنى كده ان انا مش هضطر ان انا ادخلها الفرن. هي ممكن ادخلها الفرن، ولكن المرة دي انا هنعملها كيكة الطاسة العادية السريعة فوق البوتاجاز. فجبت الزبدة، اتأكدت ان هي يعني ساحت، وهحط عليها السكر علشان عايزة اعمل الكراميلا. طبعا زي ما انت شايفة انا بحط السكر هنا واحاول اقلبها بسرعة. طبعا برضو حطيت 4 معالق مع السمنة، وهبتدي او الزبدة، وهبتدي اقلبها لحد بس اول درجة في اللون ان هي هتبتدي تدي الكراميلا بتاعتها. بسرعة هنزل بالتفاح وارصها بالطريقة دي، لان هي هتكون واجهة الكيكة على طول. زي ما انت شايفة كده هبتدي ان انا انزل بالتفاح وارصه بسرعة. تكون ايديكي سريعة علشان التفاح ما يتحمرش تحمير، يبقى بس اللون البني. وطبعا هتشوفي حتى الكيكة لما تخلص ان الواجهة بتاعتها هتكون الدرجة البنية. الخليط طبعا معايا جاهز. بعد ما ارص التفاح بسرعة هبتدي ان انا انزل بخليط الكيكة عليها واغطيها واسيبها على نار هادية لمدة ساعة الا ربع. زي ما انت شايفة كده نزلت بالكيكة بسرعة على التفاح، وهفضي العجينة كلها. وخلي بالك ان تكون النار هادية جدا جدا علشان تستوي براحتها اكنها زي الفرن. وهغطيها واسيبها لمدة ساعة الا ربع زي ما قلتلك. وطبعا عشان اتأكد ان هي استوت انا معايا العصاية بتاعت الشاورما، وهبتدي اعمل لها اختبار بس بعد ما تعدي تقريبا نص ساعة، وابتدي اعمل لها اختبار ان هي استوت ولا لأ. طول ما انا لاقيه ان بتاعه الشاورما دي طالعه بالعجينه يبقى كده ما استوتش. زي ما انت شايفه كده هسيبها تاني لحد ما تعدي اخدت معايا ساعه الا ربع. زي ما انت شايفه بوريك النار هاديه جدا واسيبها تستوي براحتها. بعد ما تستوي بسيبها تبرد في نفس الطاسه بتاعتها. واول ما حسيتها ان بردت يعني طلعتها وقلبتها. وزي ما انت شايفة الدرجة البنية دي، وحطيت عليها سكر بودر. برش عليها ده السكر البودر ده اللي لونه ابيض. وكانت رائعة بجد بجد. يعني انا بتمنى ان انت تجربيها وتكتبي لي في التعليقات، لانها جميلة جدا وخفيفة جدا وسريعة التحضير، مش محتاجة منك مجهود. وانا واثقه ان لو جربتي ان انت تعمليها مش هتبطلي ان انت تعمليها، من كتر ان هي قد ايه جميله وسهله، وقد ايه ان هي خطواتها بسيطه وادواتها بسيطه وموجوده عندك في البيت. وانا واثقه ان انت هتجربيها وتقولي لي ان هي فعلا جميله. يعني اتمنى ان انت تقولي لي رايك، وتقولي لي ان فعلا ان هي مختلفه عن بقيه الكيكات، وان هي حلوة وسهلة. تقدري ان انتي حتى تفطري بالشاي كده بيها، او بعد الظهر بكوباية برضو شاي. هتلاقيها جميلة جدا وخفيفة وحلوة. شايفة قد ايه من جوه طرية وهشة ولونها جميل، اللون الهش كده، يعني اللون الذهبي. ومن فوق طبعا اللون البني مع الكراميلا. فعلا هتلاقيها رائعة. اتمنى ان هي تجربيها وتقولي لي رأيك وهتقولي لي ان فعلا دي حلوة قوي. بصي قد ايه طرية
يعني فعلا هشة جدا وجميلة جدا وبسيطة جدا. واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.